لو عايز تعرف ازاي تتحول من طالب عادي لطالب عبقري ويحب المذاكرة، كامل الفيديو للآخر ومش تفوت منه ولا ثانية لأنه مهم جدا. وقبل ما نبدأ، لو لسه أول مرة تشوف القناة، انزل دلوقتي واعمل لايك واشتراك وابعت الفيديو لصاحبك اللي بتذاكر معاه، ويلا بينا نبدأ الفيديو. عمرك سألت نفسك قبل كده ليه في طالب بيذاكر بالساعات ومش بيجيب نتيجة، وطالب تاني بيذاكر أقل بس درجاته دايما عالية؟ بص، هو الفرق مش في الذكاء، الفرق في الطريقة. في الفيديو ده هوريك خطة فعلية ومبنية على نظريات علمية هتنقلك من طالب عادي لطالب مركز فاهم وبيحب المذاكرة بجد. أول حاجة لازم تفهمها إن العبقرية في المذاكرة مش موهبة، العبقرية ممارسة. الطالب العبقري مش اللي عنده مخ مختلف، لأ، الطالب العبقري هو اللي بيكرر سلوكيات معينة كل يوم لحد ما دماغه تتبرمج عليها وتعملها بسهولة وبكفاءة أعلى من غيره. الدماغ دي زي العضلة، لو دربتها صح هتتفوق، ولو أهملتها هتكسل وتفقد تركيزها. تعال أقولك على أول خطوة تعملها لإعادة برمجة دماغك على المذاكرة. بص يا صديقي، دماغك ما بتحبش تعمل حاجة بتحس إنها مرهقة زي المذاكرة كده، لكن بتحب تعمل اللي تعتبره سهل ومش شرط يكون مكافئ، زي التليفون واللعب والهزار والضحك وهكذا. علشان كده المذاكرة بالنسبة لنا بتبقى مملة وصعبة في نفس الوقت. طب تفتكر كده ايه اللي ممكن نعمله يخلي دماغنا تحب المذاكرة وتستمتع بيها زي الرفاهيات التانية؟ ايوه بالظبط، زي ما انت قلت، اننا نعملها على انها حاجة بستمتع بيها، مش حاجة مغصوبة عليا وعاوز اخلص منها وخلاص. فتعالى بقى اقولك على كام خطوة كده تعملهم وانت بتذاكر علشان ما تحسش بالزهق وتكره المذاكرة. واحد، ابدأ مذاكرة ب30 دقيقة بس. طب ليه 30 دقيقة؟ لأن الدراسات أثبتت إن الدماغ وقت المذاكرة بتفضل في كامل تركيزها من نص ساعة ل40 دقيقة تقريبا، لحد ما تقوم وتاخد ريست، وبعدها ترجع تاني بنسبة 100% تركيز. الهدف إن دماغك تحس إن ده عمل بسيط وسهل نقدر نعمله بسهولة، فتدخل تذاكر وانت نفسك مفتوحة للمذاكرة. وبعد أسبوع النص ساعة دي هتزيد معاك تلقائيا، وهتحس إنك عاوز تزود، بس ما تزودش عن 45 دقيقة علشان تفهم كويس وتعرف تحل. تاني حاجة لازم تطبقها في مذاكرتك هي المذاكرة النشطة Active Studying. يعني ما تقراش وتعدي، لأ، اعمل لنفسك أسئلة ملخصات، خرائط ذهنية، شروحات بصوتك. ده بيزود الفهم عندك وبتخلص مذاكرة بأقصى استفادة. وده اللي أثبتته تقنية فاينمان، إن أفضل طرق المذاكرة وأكثرهم فعالية إنك تذاكر بصوت عالي وتشرح لنفسك كأن في حد قدامك بتشرح له. لو معرفتش تشرح يبقى أنت مش فاهم، لو شرحت بسهولة يبقى أنت كده فعلا استوعبت والدرس ده تمام معاك، وتدخل بعدها على الأسئلة. تالت حاجة مهمة معانا هي إنك تبدأ بالسهل، بين قوسين اللي بتحبه. اوعى تبدأ بالمادة اللي بتحسها تقيلة وصعبة، ابدأ بالمادة اللي بتحبها وبتحسها سهلة. ده بيديك حافز إنك أنجزت وتكمل مذاكرة بعد كده. لو كل يوم تحسنت في طريقتك بنسبة 1% بس، بعد شهر هتلاقي نفسك بتذاكر ضعف اللي كنت بتذاكره، وهتلاقي دماغك اختلفت تماما وبدأت تحب المذاكرة وتعملها على إنها حاجة بسيطة وسهلة. وبرضه علشان توصل للمرحلة دي لازم تربط المذاكرة بهدف. عايز تدخل كلية معينة، عايز تثبت لنفسك إنك قادر، أو إنك عاوز تفرح أهلك وتعوضهم عن تعبهم. وده بالنسبة لي أفضل هدف ممكن تربطه بمذاكرتك. اكتب الهدف وحطه قدامك وانت بتذاكر. وبرضه من الحاجات المهمة إنك تعمل بيئة تساعدك على المذاكرة، مكتب نظيف، موبايل بعيد، إضاءة كويسة، شاي أو قهوة. البيئة بتغير 50% من إنتاجيتك. الخلاصة يا صديقي، انت مش طالب مستواك ضعيف أو استيعابك أبطأ من اللي حواليك، لأ، انت كل مشكلتك إنك مش عارف تستغل قدراتك وتشتغل بالطريقة الصح. لو طبقت الكلام ده أسبوع واحد بس، هتتفاجأ قد إيه قدرتك على الفهم والحفظ اتغيرت، ونظرتك للمذاكرة اتغيرت كليا. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ولو وصلت لحد هنا فدي أول حاجة تثبت إنك فعلا ناوي تبدأ وتتغير. فقوم دلوقتي واستعن بالله وابدأ، وهتحس إنها بتيجي واحدة واحدة. ووالله لسه معاك الوقت ومعاك الإمكانيات، كل اللي ناقصك إنك تبدأ. قوم دلوقتي وقول لنفسك أنا قادر أفرح أهلي وأعوضهم عن تعب السنين دي كلها، وإن شاء الله ربنا يوفقك وتفرحهم فعلا. وزي ما متعودين، ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا المستضعفين في غزة والسودان إن ربنا ينصرهم ويرحم موتاهم. ربنا يوفقكم ويكرمكم ويحقق أحلامكم. سلام.